السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم الشنطة القمر دي بطريقة سهلة جدا وبسيطة، وتاخد معاكم حاجات كتير واسعة يعني، وشكلها شيك قوي. تابعوا معايا الطريقة لآخر الفيديو، وياريت قبل ما نبدأ الفيديو تعملوا لايك علشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفيد، واعملوا شير مع أصحابكم، وياريت اللي ما اشتركش يسعدنا باشتراكه. يلا بينا نبدأ. بسم الله. هشتغل بخيط المكرمية او بالخيط التيشيرت اللي هو ده او الكليم، واشتغل بإبرة رقم 4. هبدأ بالحلقة السحرية اهي، اسحب الخيط وبشتغل سلسلة، وبعدين اشتغل غرزة حشو. ادي 1 2 3 4 5 6 7. يبقى كده 7 غرزة حشو. تمام. وبعدين اشد الخيط عشان اقفل الدايرة اهو، وبعدين ادخل هنا تحت اول غرزة اللي هي حرف الفي ده، اسحب الخيط واخد منزلق، وكده قفلت الدايرة. ارتفع بسلسلة فوق اول غرزة هنا، هشتغل حشو. ادي 1 كمان 1 كده 2. في الفتحة اللي بعديها على طول هشتغل غرزة حشو. ده 1 2 اللي بعديها 2 غرزة حشو. ده 1 2 كمان 2 في اللي بعديها 1 2. في كل غرزة هشتغل 2 غرزة حشو. انا اشتغلت في الاولانية 7 غرزة حشو، في الصف التاني هيبقى 14 غرزة حشو. هخلصها وارجع لكم. كده خلصت ال 14 غرزة. هقفل في اول غرزة تقابلني اللي هي ديت اهي، واسحب الخيط واشتغل منزلقة، وبعدين ارتفع بسلسلة. بعد كده ادخل في اول فتحة هشتغل غرزة حشو 1. تمام. وبعدين اللي بعديها اشتغل غرزة حشو كمان غرزة، يبقوا كده 2 غرزة حشو. بعد كده هشتغل غرزة حشو 1 في الفتحة اللي بعديها، وبعدين في اللي بعديها غرزتين حشو 1 2، وبعدين غرزة 1، وبعدين في اللي بعديها 2. هخلصه هيبقى هزود 7 غرز حشو. اولانية غرزة اللي بعديها 2 1 2 1 2 لغاية ما اكمل السطر كله، هيبقى 21 غرزة. يعني هزود في السطر ده 7 غرز حشو بس. هخلصها وارجع لكم. كده خلصتها. هبدأ اقفل في اول غرزة، ادخل تحت حرف الفي ده واسحب الخيط واسحبه من هنا كده بغرزة منزلقة، وبعدين برتفع سلسلة. يبقى انا خلصت كده كام؟ 3 سطور، 7 وبعدين 14 وبعدين 21. هشتغل غرزة حشو في اول غرزة، وبعدين في التانية كمان هشتغل غرزة حشو، ورقم 3 هشتغل 2 غرزة حشو في نفس الفتحة. في نفس الفتحة هشتغل 2 غرزة حشو. اشتغل الراوند كله بالشكل ده. هيبقى غرزة فردي وبعديها غرزة فردي وبعدين غرزة زوجي، يعني 1 1 2 1 1 2 كده لغاية ما اخلص
السطر كله. كده خلصت الراوند كله 28 غرزة. هدخل في اول فتحة في بداية السطر واشتغل منزلقة اهي تحت حرف الفي، اسحب الخيط واشتغل منزلقة وارتفع بسلسلة، وبعدين اشتغل غرزة حشو، وبعدين غرزة حشو ادي 2، وبعدين غرزة حشو يبقى كده 3 غرزة حشو، وبعدين اشتغل 2 غرزة حشو في نفس الفتحة. تمام اهو، وبعدين واحدة غرزة حشو 2 3 وبعدين 2 في نفس الفتحة اهي اهي. هشتغل كده السطر كله، يبقى هشتغل كل 3 غرز حشو في الفتحات اللي ورا بعض غرزتين في نفس الفتحة. هخلص الراوند كله هيبقى 35 غرزة. السطر اللي بعديها هشتغل 4 غرز حشو كل غرزة في فتحة وبعدين غرزتين في نفس الفتحة، والسطر اللي بعديها يبقى 5 غرز حشو كل غرزة في فتحة وبعدين غرزتين في نفس الفتحة اللي بعديها. هشتغل سطور لغاية ما يبقى عدد الغرز 49 غرزة، يعني بعد السطر ده هشتغل كمان 2 لان ده هيبقى 35، اللي بعديه 42، اللي بعديه 49. كده عملت الجزء ده اهو، وعملت كمان واحدة بالظبط زيها. تمام، هاجي هنا خلاص كده قفلت الدايرة ديت. هنا هاجي اشتغل هنا منزلقة. تمام، هشتغل هنا ارتفع بسلسلة، وبعدين اشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 سلاسل، وبعدين اجيب الجزء الثاني واشبكه هنا كده تحت حرف الفي ده كده. هنا اجيب الجزء الثاني وادخل هنا تحت حرف الفي اهو، واشتغل منزلقة. تمام، وبعدين ارتفع بسلسلة، وبعدين الف الشغل واشتغل هنا. هسيب الارتفاع واسيب المنزلقة اللي انا اشتغلتها واشتغل في اللي بعديها اهي. اشتغل ادي 1 منزلقة، وكمان واحدة في اللي بعديها منزلقة، وبعديها غرزة حشو ادي 1، وبعدين في اللي بعديها غرزة حشو ادي 2، وبعدين رقم 3 برضو غرزة حشو، وبعدين الغرزة الرابعة حشو. يبقى كده 4 حشو، 2 منزلقة و4 حشو. بعد كده هشتغل 2 منزلقة ادي 1، اللي بعديها منزلقة، وبعدين هقفل بمنزلقة في الغرزة اللي بعد اخر غرزة اشتغلناها اللي هي هنا، يبقى هي دي اللي انا اشتغلت فيها اخر حاجة ايه اللي بعدها. تمام اهي، اشتغل منزلقة اها، وارتفع بسلسلة والف الشغل اهو. تمام، هبدأ اشتغل في اول غرزة بعد المنزلقة والارتفاع. هشتغل اول غرزة في الفرع الخلفي للسلسلة اللي هو ده كده اهو. هشتغل منزلقة ده اول واحدة، والرقم 2 برضو في الفرع الخلفي منزلقة ادي 2 منزلقة. بعد كده هشتغل برضو الفرع الخلفي، كل الغرز هتبقى في الفرع الخلفي للسلسلة. اشتغل هنا غرزة حشو ده 1 2 3 4
4 حشو. تمام. بعد كده هاخد واحدة منزلقة، بعدين كمان واحدة منزلقة، بعد كده هشتغل واحدة منزلقة هنا في الغرزة اللي بعديها اهي. بعدين ارتفع بسلسلة والف الشغل، يبقوا الاتنين نفس الوجه. قلبت الشغل يبقى الاتنين على الناحية دي. تمام. اسيب السلسلة اللي انا ارتفعت منها وادخل في اللي بعديها، اشتغل الفرع الخلفي للسلسلة، اشتغل منزلقة وبعدين التانية منزلقة، وبعدين اشتغل غرزة حشو، وبعدين اللي بعدها غرزة حشو. ادي 2 3 4، وبعدين 2 منزلقة، ادي 1 2، وبعد كده بشتغل في الفتحة اللي بعديها، اللي بعد اللي انا اشتغلت فيها دي، اشتغل فيها منزلقة وارتفع بسلسلة، وبلف الشغل واشتغل نفس السطور بالشكل ده لغاية ما اقفل الشنطة. هيبقوا على الاتجاه كده، اشتغل رايح جاي رايح جاي لغاية ما اوصل للفتحة اللي انا عايزاها للشنطة. هنشوف هنسيب كام غرزة المناسب. هنشتغل دي كلها بنفس الشكل ده، لازم يكونوا على اتجاه واحد، يا كده يا كده. وصلت لاخر غرزة ده الداير ده كله، وبعد كده هاجي هنا اللي بعد اللي اشتغلت فيها دي هشتغل حشو. تمام. بعد كده هشتغل هنا كله حشو. الفتحة دي هشتغلها حشو وبعدين ارجع لكم. تمام كده خلصتها كلها غرز حشو، وبعد كده اجي هنا في الجزء الجنب ده اشتغل منزلقة. في كل فتحة اشتغل منزلقة. تمام. هعمل الجزء ده منزلقة كله الجنب، وبعدين هنا برجع تاني هعمل حشو، وبعدين هنا ايه منزلقة. يبقى كده نهاية الشغل ده. تمام. هخلص الجزء ده وبعدين ارجع له. هبدأ هنا اشتغل منزلقة ها تحت اول غرزة اهي منزلقة، تانية، هتبقى بالشكل ده. هكملها وبعدين ارجع لكم. كده تمام خلصت اهو. هنا اخر غرزة هدخل تحت حرف الفي دي، وبعدين اشد الخيط وادخل في السلسلة دي اهي اللي قبلها على طول، واشد الخيط. هدخلها بقى جوه واداريها كده. تمام خلصتها اهيت اهي. تمام. هبدأ اعمل الغطا بتاعها. هنشتغل 15 سلسلة. هنعمل عقدة البداية اهي، وبعد كده 15 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 سلسلة. بعد كده هشتغل في اول سلسلة اللي هي مش اللي انا طالعة منها، لا التانية اهي، اشتغل غرزة حشو. تمام. بعد كده بدخل في الفرع ده الاخير في الغرزة، وبعدين ادخل في السلسلة اللي بعديها، اسحب الخيط. هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة، اسحب الخيط من ال3 حلقات. تمام. وبعدين ادخل في اخر فرع اللي هو الجزء ده اهو، وبعدين ادخل في السلسلة اللي بعديها واسحب الخيط. يبقى عندي 3، اسحب الخيط من ال3 حلقات وادخل في اخر واحدة، ادخل في السلسلة اللي بعديها، اسحب الخيط واسحب من ال3 حلقات. تمام. هشتغل 13 غرزة حشو اللي هي بالشكل ده. اشتغلت ال13 غرزة حشو بالشكل ده، وبعد كده في اخر غرزة هشتغل 3 غرز حشو بس برضو بنفس الشكل. ادخل تحت اخر فرع ده اهو، وادخل في الفتحة الاخيرة، اسحب الخيط اهو، وبعد كده بطلع من ال3 حلقات اهو، وادخل تاني في الفرع الاخير ده، وادخل في الفتحة نفسها، واطلع بالحلقة ديت. هيبقوا 3، اطلع من ال3. والغرزة التالتة في نفس الفتحة برضو، ادخل من الفرع ده الاخير واسحب الخيط واطلع من ال3 حلقات. يبقى انا عملت 3 غرز في اخر غرزة اللي هي الغرزة رقم 15. عملت هنا غرزة حشو عادية، وبعدين اشتغلت ال13 وبعدين ال3 اللي في نفس الفتحة. بعد كده هشتغل 13 بنفس الشكل اللي انا اشتغلته ده اهو كده. هدخل في اخر فرع وادخل في الغرزة اللي بعديها اللي هي اول ال13 اهي، واطلع من ال3 حلقات في اخر واحدة، وادخل في السلسلة اللي بعديها ادي رقم 2، واطلع من ال3 حلقات. اخر فرع والسلسلة اللي بعديها اهو، واطلع من ال3 حلقات كده. هشتغل ال13 غرزة لغاية ما اوصل للاخر واحدة دي وارجع لكم. كده خلصنا السطر اهو. بعد كده هشتغل سلسلة اهي واقلب الشغل كده اهو. تمام. ادخل من تحت الخيط وادخل في اول سلسلة، اسحب الخيط اهو واشتغل. ادي اول غرزة. الغرزة التانية هتبقى ازاي؟ ادخل اهو من الفرع اللي ورا كده اهو كده، وادخل من السلسلة اللي بعديها بس من ورا، اسحب الخيط. هيبقى عندي 3 حلقات، اسحب الخيط من ال3 حلقات اهو. ادخل من الفرع الاخير ده اهو، وبعدين ادخل في السلسلة، اسحب الخيط اهو. تمام. هيبقى عندي 3 حلقات على الابرة، اسحب الخيط من ال3 حلقات اهو. تمام. واكرر اشتغل 13 غرزة اهو كده. ادخل من هنا، اسحب الخيط، هيبقوا 3 حلقات، اطلع من ال3 حلقات. تمام. هيبقى الشغل بالشكل ده. هكمل ال13 غرزة وارجع لكم. اشتغلت ال13 غرزة اهو. بعد كده هشتغل فوق ال3 دول 2 فوق كل غرزة غرزتين حشو بالشكل ده ادخل في اخر فرع
في الغرزة اللي انا اشتغلتها وادخل في اول غرزة من التلاتة اهي. تمام. اسحب الخيط واطلع من التلات حلقات. تمام. وارجع تاني اخد اخر فرع في الغرزة في نفس الفتحة اللي انا اشتغلت فيها الغرزة اللي فاتت. اسحب الخيط واطلع من الثلاث حلقات. ادي كده اشتغلت غرزتين في نفس الغرزة. التانية برضو هدخل في اخر فرع من الغرزة وبعدين ادخل في الفتحة اللي بعديها واسحب الخيط واطلع من الثلاثة. كمان هدخل في اخر فرع وادخل في نفس الفتحة واسحب الخيط واطلع من الثلاث حلقات. يبقى انا كده اشتغلت 2 فوق واحدة و2 فوق واحدة، فاضل 2 فوق واحدة، وبعدين اشتغل بنفس الشكل 13 غرزة. هخلصهم وارجع لكم. كده اشتغلت 13 غرزة. بعد كده اخد سلسلة وبعدين الف الشغل وهشتغل بقى بالمعدول. اشتغل اول غرزة حشو وبعدين ادخل في الفرع ده وادخل في فتحة الغرزة اللي بعديها وبعدين اسحب الخيط وكده اسحب من التلاتة. تمام اهو. تاني كده ادخل في الفتحة اللي بعديها واطلع اسحب الخيط من التلات حلقات. تمام اهو. اخر واحدة اخر فرع في الغرزة وادخل في الفتحة اللي بعديها اسحب الخيط واسحب الخيط من الثلاث حلقات. همشي كده 13 غرزة وبعدين ارجع لكم. اشتغلت 13 غرزة. بعد كده هدخل في اخر فرع من الغرزة واشتغل هنا في اول غرزة من الستة اللي اشتغلناهم. اول غرزة هشتغل 2. هيبقى كده اسحب من الثلاثة وادخل في اخر فرع وادخل في الفتحة نفسها واشتغل الغرزة. تمام. بعد كده هدخل هنا كده وادخل في التانية في الغرزة التانية من الستة هشتغل غرزة حشو واحدة اهي، والتالتة هشتغل غرزتين حشو. يبقى 2 واحدة 2 واحدة كده 4. هنشتغل 2 واحدة اللي هي آخر واحدة في الستة اهو، تبقى واحدة بس. تمام. بعد كده هشتغل 13 غرزة هخلصهم وبعدين ارجع لكم. هيبقى بالشكل ده. قفلت بالغرزة اللي هي غرزة الحشو وبعدين اشتغلت 13 غرزة وبعدين 2 1 2 1 2 1 وبعدين 13 غرزة وبعدين قفلت بالغرزة الأخيرة. بعد كده هرجع اشتغل 13 تاني او الغرزة اللي بقفل بيها هنا كده وبعدين 13 وبعدين هرجع لكم لما نعمل الجزء ده. طيب هنعمل ايه هنا؟ هنشتغل تاني بالمقلوب كده اهو. اشتغل السلسلة اهي اللي برتفع بيها وبعدين بلف الشغل كده اهو. اشتغل اول غرزة اللي هي الحشو واشتغل عادي كده. وبعد كده اعمل ايه؟ ادخل هنا في الفرع الاخير من الغرزة اللي انا اخدتها دلوقتي اهي وبعدين ادخل في الفتحة اسحب الخيط واطلع من ورا كده واسحب الخيط من الثلاث حلقات اللي على الابرة. تمام. وبعدين ارجع تاني اهي اخر فتحة اخر فرع اهو في الغرزة اللي انا اشتغلتها اهي وبعدين ادخل في الفتحة اللي بعديها اسحب الخيط واسحبه من الثلاث حلقات. تمام كده اهو.
كده كده اهو كده، والف الخيط كده اهو. هشتغل كده بعد اول غرزة حشو اشتغل ال13 اللي بالشكل اللي من ورا ده. تمام، هشتغل ال13 وبعدين ارجع لكم. خلصت ال13 غرزة. تمام، هدخل بعد كده في الفرع الاخير من الغرزة اهي، وادخل في الفتحة اللي بعد كده، اسحب الخيط اهو، واسحب الخيط تاني من ال3 حلقات. تمام، ده واحد. هشتغل كمان واحدة في نفس الغرزة اهي، ادخل هنا برضو، ادخل هنا، وبعدين ادخل في نفس الفتحة، اسحب الخيط ويبقى اطلع، اسحب الخيط اطلع من ال3 حلقات. ادي 2. بعد كده هشتغل، هدخل برضو هنا اهو، عرفنا ان احنا هندخل في الفرع الاخير من اخر غرزة اخدتها، وبعدين ادخل في الفتحة اشتغل واحد كمان في الفتحة اللي بعديها واحدة كمان اهو، يبقى كده اشتغلت 2 1 1. تمام، بعد كده هشتغل 2 برضو اهو في الفتحة اللي بعديها، اشتغل 2، ده 1 2 وبعدين 1 1. تمام، يبقى هشتغل 2 1 1 وبعدين 2 1 1 وبعدين 2 1 1. هخلصها وبعدين اشتغل ال13 غرزة وبعدين بقفل بالغرزة الأخيرة. هخلصها وارجع لكم. كده خلصت الجزء ده. اشتغل سلسلة كده اهي، هشتغل في الصف ده كله هشتغل منزلقة كده. انا سبت اول واحدة، هشتغل كده اهي منزلقة هنا في الفرع الخلفي للسلسلة، هشتغل منزلقة. هشتغل في الفرع الخلفي للسلسلة كله منزلقة لغاية ما اوصل للجزء ده، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. خلصت شغل الدور ده كله. بعد كده اهو هرتفع بسلسلة، وبعدين هنا على طول اشتغل غرزة حشو، هنا غرزة حشو كمان، غرزة حشو، غرزة حشو. تمام، خلصتها كلها كده بالشكل ده غرز حشو. بعد كده هقفل هنا كده. تمام، خلي الخيط معايا برضو، واجي هنا اهي الشنطة الغطا بتاعها كده بالمنظر ده. اعد من الخطوط دي او الصفوف دي 1 2 3 اهي، تبقى عندها في نفس المكان برضو اعد 1 2 3 يبقى في نفس المكان الغطا، عشان هثبت من هنا. هثبت ازاي؟ هدخل بالإبرة من جوه من عند 1 2 3 من عند الصف الثالث ده اهو، هطلع من هنا كده، وبعدين اسحب الخيط اللي هو ده اللي انا سايباه، طرف الخيط اللي انا هخيط بيه اهو، اخلي بالي ان الحلقة دي ما تتفكش مني، الحلقة دي خلاص. وبعد كده ببدأ اسحب الخيط كده
وادخل الخيط من هنا اهو، وادخله من الغرزة اللي جنبها، واسحب الخيط من جوه اهو كده. هظبط بقى دي تبقى هنا كده اهي، اسحب الخيط بمنزلقة بالشكل ده، وبعدين ارجع تاني هنا اسيب السلسلة اهي جنبها، ادخل في الفتحة اللي جنبها واظبط مع نفسي كده اهو بالشكل ده، هيبقى بالشكل ده، واسحب الخيط تاني اهو واشتغل منزلق اهو. اظبط المكان عشان ما تبقاش معوجة، اظبط دي على دي عشان ما تبقاش معوجة، وادخل في الفتحة اللي بعدها اهي، واسحب الخيط من الحلقة كده بمنزلقة اهي، شد الخيط كويس منزلقة اهي، وبعدين اللي بعديها اهي كده، اسحب الخيط واشتغل منزلقة اهو، هيبقى بالشكل ده. هخلصها كلها واوريها لكم.